السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حبايبنا ومتابعينا واخواتنا في كل مكان، يجعل نهاركم ابيض ويجعل نهاركم معطر بذكر الله. بالله عليكم اللي شاهد الفيديو يحط اللايك فضلا وليس امرا، واللي ما اشتركش عندنا في القناه يشرفنا اشتراكه. كل اخواتنا في مصر وكل اخواتنا في الدول العربيه، سموا بالله وصلوا على رسول الله، بركه الفيديو وبركه الدنيا كلها. اهم حاجه صلوا على حبيبنا وشفيعنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. النهارده عمر الفراخ البيضه 27 يوم. عمر الفراخ البيضه 27 يوم. اللهم صل على النبي، اللهم بارك. ما شاء الله ولا قوه الا بالله. فراخنا بالصلاه على النبي اهي زي الفل بفضل ربنا فوق، ثم دعوات متابعينا المحترمين. ربنا يجازيكم خير ويجبر بخاطركم جميعا. كل حد بيكتب كلمه حلوه، تعليق حلو يجبر الخاطر، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم ويجبر بخاطركم جميعا ويستركم جميعا، كل اخواتنا في مصر وكل اخواتنا في الدول العربيه. الاول نسمي بالله، نصلي على رسول الله، واول قبل ما نعمل اي حاجه زي ما احنا متعودين بنخش نشوف الايه اعزكم الله الحمام بتاع الايه بتاع الفراخ. اول حاجه اهي معانا اعزكم الله طبعا حمام اهو. نشوف حاجه. بصوا يا جماعه الحمام تحت عامل زي ما انتوا خدتوا بالكم، الفضلات تحت كويسه جدا اهي. نشوف حاجه كمان اهي، سكه الفرخه ما توقعهاش اهي اعزكم الله، لسه برضه حالا اهو فضلات كويسه جدا جدا جدا. بصوا لسه برضه حمام اهو اهي الفرخه بس تقوم اهو اعزكم الله اهو. الحمام بتاع الفراخ الطبيعي اغلبيه اغلبيه الفضلات بتنزل تحت في الارضيات البلاستيك يا جماعه. بصوا لسه موريكم كده اهو، وادي واحد كمان عند الحيطه اهو يا جماعه اهو. انا بوريكم ليه الاغلبيه الحمام اللي بيبقى قدامنا حتى صدفه قبل ما ينزل في الارضيات البلاستيك بوريه لكم اول ما بخش اصور. في تغيير بنقول الدنيا كويسه الحمد لله، رضا في كلا الحالتين سواء ايجابي سلبي، احنا الحمد لله بنحمد ربنا على كل حاجه من عنده، سلبيه ايجابيه كله خير وكله فضل ونعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى. كلنا كده ماشيين ببركه ربنا ورسولنا الكريم. فاحنا اي حاجه سواء ايجابي سلبي دايما نقول الحمد لله. لا علمتم بالغيب لاخترتم الواقع، بس احنا متعشمين في ربنا خير، ان ربنا يكرمنا ويدينا على قد تعبنا ويرزقنا خيرهم ويطعمنا خيرهم احنا وانتم وجميع المسلمين والامه العربيه كلها يا رب والعالم كله. وربنا يدخل علينا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم بلغنا رمضان احنا وجميع المسلمين والعالم كله يا رب والامه العربيه جمعا يا رب، اللهم امين. ربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب. طبعا انا بنوه برضو في الفيديو ده بينزل لكم مثلا، انا بصور يا جماعه الثلاث هينزل لكم الاربع بكره، فالفيديو ده هتسمعوه. الفراخ الكتاكيت البيضه هجيبها النهارده يا جماعه الساعه 11 الظهر. النهارده اللي هو امتى؟ الاربع. هجيب الكتاكيت البيضه انا عشان ابقى قلت في كذا فيديو اهو، الناس اللي عايزه تجيب معايا انا هجيب كتاكيت بيضه النهارده الظهر. نزلت لكم فيديو بس كان متاخر بتاع التجهيزات، بس برضو بنقول في الفيديو ده عشان في ناس كتير بتسمع الفيديو بتاع الفراخ البيضه يبقوا عارفين فيه انا قلت ايه. هنجيب دورة كتاكيت بيضه النهارده الساعه 11، لان المكتب ما بيديش الكتاكيت الا كل اربع يعني بتحجزي من اول السبت لغايه الثلاث وبتستلمي الاربع. والكتكوت بكام؟ الكتكوت سالت عليه امبارح اللي هو الثلاث بعد الظهر، اتصلت بالمكتب لان بنعرف سعره يوم الثلاث بعد الظهر. قال لي الكتكوت الابيض كب 8 جنيه ونص، والمعمل ده ما بيجيبش الا كب، ما بيجيبش اي نوع كتكوت الا كب، ما بيجيبش اي نوع كتكوت ابيض الا كب. الكتكوت تاني ب 8 جنيه ونص، حلو جدا جدا. ان شاء الله دي هتبقى دوره رمضان، ربنا يطعمنا خيرها بركه رسولنا الكريم ويعود علينا وعليكم الايام بخير. اللي عايز يجيب بقى دوره رمضان كتكوت في متناول الجميع اهو، والكتكوت كويس ورخيص جدا عن السنه اللي فاتت كمان. ربنا يرخي قوت المسلمين يا رب وربنا يطعمنا خيرها. طبعا النهارده العمر 27 يوم، وان شاء الله بامر الله اوزن لكم عمر 30 يوم. كل 5 ايام كده نوزن الفراخ نحس بالفرق، لكن احنا لو وزننا كل يوم مش هنحس بالفرق زي كل 5 ايام. فعمر 30 يوم ان شاء الله بامر الله هوزن لكم. زي ما انتم شايفين هم مخلصين سقايه فاضل فيها حاجه بسيطه، والسقايه دي دخلت لقيتها مرميه كده وايه وخلصانه. واول ما دخلت اصور لقيت اللمبه دي محروقه.
طبعا طفيت الكهرباء وشلت اللمبه المحروقه وركبت بدلها لمبه. يا جماعه لازم الحاجات دي يبقى في استبن. عندك لمبه اتحرقت لازم تكون لمبه موجوده، لازم تكون لمبه موجوده. عندك دوايه باظت لازم تكون في دوايه مركونه. عندك ادي 3 لمبات اهم، دخلت لقيت دي محروقه فكيتها وركبت غيرها، وبرده الدويه اهو عندي دوايتين اهم. اي ظروف دوايه باظت هنزل دوايه منهم احط اكني لاقياها. طبعا بصوا يا جماعه، انا كانت الاستبن هنا هي عناية دوبك ركبتها والله، واشتريت غيرها حطيتها في الكرتونه برضه في الكرتون. انا شلتها ركبتها رحت شاريه غيرها وانا طالعه، حطيتها مكانها، شلتها من العلبه وحطيتها في الكرتون. لا قدر الله دخلت لقيت لمبه محروقه بشيلها واحط واحده. فهمتوني؟ فوارد الحاجات دي، دوايه تبوظ، لمبه تبوظ، فانت تبقى عندك الحاجات دي استبن. الدوي مش هتخسر معاكي، اعملي كام دوايه 2 3 والكينيو، واحنا بنقول لك حطي فيهم لمبات او هتكتري في اللمبات وتتكلفي كهرباء. لا احنا بنقول اركنيهم لاي ظروف. دوايه باظت هتلاقيها، لمبه اتحرقت انت راكنه واحده عندك اهي، الدويه 2 انا شبكاهم كده بعيد عن بعض وسايباهم. في حاجه هنزل دوايه. الناس دي في حاجات مهمه يا جماعه. سيبك من ان انا اخش اقول لك خلطه وسقوه، سيبك من ان انا اخش اقول لك انت بتعملي ايه. في حاجات اساسيات للفراخ البيضاء لازم انتوا تعرفوها. الموضوع بتاع الفراخ البيضاء مش ان انت تعملي سقوه ايه وخلطه ايه وتعالجي ازاي. في حاجات اساسيات لازم الناس تفهمها وتعرفها. الحاجات دي كلها زيها زي التهويه، زي التدفئه، زي الفرشه النظيفه، زي حمام بتبصي عليه، زي صوت كتكوت بتشوفي عنده برد. في حاجات زي جسم فرخ بتخش الدقائق عليه زي ما قلت امبارح في الفيديو، جسمه مزرق. في اي حاجه كده عايز ايه مضاد سموم، تظبطي التهويه شويه، بكل دي بيبقى احتباس حراري. فهمتوني؟ بصوا جسم الفراخ يا جماعه بسم الله ما شاء الله، انا بوريكم اهو قدامكم. في اي حاجه احنا بنقول يا جماعه اهو، بصوا الفراخ بسم الله ما شاء الله نايمه، في حمار في جسمها مش زرقان. فهمتوني؟ الحاجات دي اساسيات لازم تعرفوا. زي ما قلت لكم مش التربيه مش خلطه وسقوه وتجري وتنزلي، لا، اللمبات والدوي والتهويه والتدفئه والحاجات دي كلها اساسيات لازم الناس تفهمها عشان تقدر ان هي تتعامل معاه. دلوقتي انت حاطه لمبه عند الفراخ ولمبه اتحرقت، لا دوايه باظت، لمبه اتحرقت، لا عندك دوايه مركونه تستعمليها غير اللي باظت، ولا عندك لمبه حطها زي كده ستيب غير اللي اتحرقت تركبيها. جيبي الليل عليكي، مين اللي هتجيبي كهربائي؟ يعني هتلاقيه فين الكهربائي يجيلك مثلا؟ هتلاقيه فين؟ فاحنا بنقول في حاجات بتتعمل ستيب ومش لازم تشغليها. يعني مش كون ان انت عندك 3 4 دوي ركناهم للظروف لازم تحطي فيهم لمبات، لا، احنا بنقول لو دوايه باظت بنجيب غيرها. مش عندك 3 لمبات، انا عندي لمبه اهي، مش لو انا جيت ركبتها انا هحطها ستيب بس لو اتحرقت هلاقيها. لكن في ناس بتيجي تعمل بتجهز للفراخ او للكتاكيت، بتعمل هي لمبه بدوايه، لمبه بسلك دوايه هي لمبه واحده. يعني الناس اللي بتجهز للكتاكيت البيضاء، فيديو مهم هو اللي يسمع واللي يستفيد، بتعمل هي دوايه بسلك بلمبه. طب افرضي ان الدوايه دي اتحرقت، اللمبه دي اتحرقت وانت ما عندكيش استجنان، تعملي ايه؟ طب افرضي ان الدوايه ذات نفسها ساحت، وده على فكره بيحصل، وارد بيحصل وحصلت كتير معايا، دوايه ساحت، هتعملي ايه؟ عندك بقى عندك دوايه مركونه، عندك 2 مركونين زي كده، عندك لمبه اتحرقت هتركبيها. فالتربيه مش ان انا اطلع جري اقول لك الخلطه كذا والسقوه كذا واجري. انا بفهم الناس يعني ازاي تتعاملوا مع الفراخ البيضاء. لازم تجهزوا تجهيزات تريحكم، ما تقعديش تتعبي وتلوسي. انا واحده ست وبحس باللي زيي، انا لو حاجه باظت عندي دلوقتي والدنيا ليه اروح فين؟ عندي دوايه، دخلت لقيت اللمبه محروقه جري، جبت من الكرتونه ركبت، ولا خد يا ابني هات ولا يا بنتي هاتي، ولا حد كان اصلا معايا، وكان الصبح ولادي كانوا نايمين في المدرسه ولا في دروسه ولا نزلت ولا الجو مطر، هروح اعك نفسي واجيب لمبه منين؟ يوم جمعه الناس قافله، هجيب لمبه منين ودوايه منين؟ في كلام وفي حاجات اساسيات مهمه جدا يا جماعه. صلوا على الرسول، وعشان ما نطولش الفيديو عليكم بس صدقوني فيديو لا بيطول عليكم، كلام مهم مش كلام وخلاص. هنعمل ايه؟ هنغير الميه ونحط فيها خل بس،
هنغير الميه ونحط فيها خل بس، وهنحط علف بس. ليه يا ام مصطفى؟ لان انا كنت حاطه الصبح علف، وكنت حاطه حبه البركه ورفع اللهم صل على النبي، اسمها ايه دي؟ اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليك يا نبي، كركم، حبه البركه وكركم، وكنت حاطه معلقه قرنفل ومعلقه اللهم صل على سيدنا محمد نشا بس. فانا مش هحط تاني اعشاب بالنهار وبالليل، وكنت حاطه معلقه عسل الصبح. دلوقتي بقى غير ده كله، احط علف بس واحط خل في الميه بس، خلي في الميه عشان احافظ على فراخي من السموم اللي في العلف، عشان احافظ على فراخي من السموم اللي في العلف. ماشي؟ صلوا على الرسول وخليكم معايا. نغير الميه ونحط فيها الخل ونحط علف. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا زودنا العلافات اهي وللاخر اهي، والعلافه التانيه، وطبعا الميه حطيناها وفيها خل. بصوا رغم ان في ميه، بصوا اول ما دخلت اتلموا على الميه، وبطيء قوي خلاص على العلف، بطيء، ما فيش فراخ كتير على العلف، بس الميه اهي زي ما انتم شايفين. لان يا جماعه اصلا انا كده كده زي ما قلت لكم، الناس اللي بتخش القناه جديد، انا لا بعطش ولا بجوع، انا ما بعطش الفرخ ولا بجوعه. انا عايزه الفرخ يتحول معايا تحويل بما يرضي الله، ما بقاش انا بصرف وبجيب علف وبعتني بالحاجه وبتعب عليها واجي اضيعها علشان اجوعها ساعتين ثلاثه اوقف التحويل عندها. الناس اللي بتجوع بالساعتين والثلاثه يا جماعه غلط. تحويل الفراخ بيقف، تحويل الفراخ بيقف ساعه واحده لو للضروره زي ما قلت لكم. الكلام دي للناس اللي بتخش القناه جديد برضه، ساعه واحده للضروره. مثلا في فرخ بيسل بتعملي سقوه، فرخ مثلا عنده برد بتعملي خلطه، ممكن تجوعي في كلا الحالتين او تعطشي ساعه، تظبطي كده الساعه اللي هي ساعه واحده، زياده عن كده لا. الناس اللي بتجوع بالساعتين والثلاثه والاربعه غلط على الفراخ، التحويل بتاعها بيقف. بلاش الموضوع ده. بصوا اعزكم الله وانا بسجل معاكم، طبعا اعزكم الله على المنظر. بصوا فراخ دي بقى الايه، الحمام الطبيعي، عشان الناس تبقى عارفه الحمام الطبيعي. لقيتيه لا قدر الله ابيض، اعرف ان كده الحمام فيه حاجه، فيه سالمونيلا. لقيتيه احمر كوكسيديا، لقيتيه بني يبقى كده كوليستريديا، المكان مكتوم والفرشه مش نظيفه. لقيتيه اخضر كده برد، فراخ عندها برد لازم تدفي المكان. فيا جماعه خلي بالكم من حمام الفراخ، صدقوني مهم جدا الموضوع ده، صدقوني مهم جدا جدا الموضوع ده، ان انت تركزي على حمام الفراخ اول ما تخشي. ماشي؟ يلا يا حبايبي، ده الفيديو بقى بتاعنا كان النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم ونرضاكم. بس بالله عليكم اللي شاهد الفيديو حط لنا اللايك فعلا وليس امرا، ويبقى جزاكم الله كل خير. اشوفكم على خير واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.